سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحباب ديالي كنطلع لكم في هذه القناة اللي الصراحة ديال الله هذه مدة طويلة ما حطيت فيها، تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور بحال هكا. لكن البارح كنكتشف جاتني واحد الرسالة، جاتني واحد الجيميل يعني من عند إدارة اليوتيوب. السي فلان كذا كذا شي صاحب قناه طق 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 راكم عارفين، يعني علموني بان هذه القناه ما كنحطش فيها مده، واش 7 شهور ولا 6 شهور ولا ما عرفت شنو نسيت. قالوا لي الا ما حطيتيش لغايه عطاوني مده شهر، الا ما حطيتيش في هذه المده اللي هي شهر عطاوني فغادي يتم اغلاق هذه القناه. ولهذا كنحط في هذا المقطع، فنبغيكم الاخوان تفاعلوا معاه، تفرجوا فيه لايكات بارطاج باش يكون واحد التفاعل في هذا الفيديو، ولو فيديو غيكون قصير. المهم راه حنا هنا باش ما يسدوناش هذه القناه. هذه القناه الاخوان ما كنتش كنحط فيها بسبب واحد المشكل اللي كان وقع لي، كان نخافض فيها الربح بزاف. الار بي ام كان طاح لها في خطره، ما بغاش يطلع بسبب بعض المشاكل كانت في القناه، وكان توقف لي فيها الربح واحد المره لمده 3 شهور. واخا كنا راسلناهم ما قبلوش، فسرنا لهم درنا فيديو هذا لكن ما تقبلش، يعني كانوا فيها بعض الاخطاء. واخا من بعد واخا ولينا كنحطوا فيها الاخوان، كانوا الفيديوهات واخا كيجيب لك حتى 8000 10000 مشاهده، كتلقى الفيديو فيه 2 دراهم. الار بي ام ميته للحضيض، خاصك تصبر، خاصك تبقى انت كتحط في الفيديوهات على ما يطلع الار بي ام ويكون التفاعل وهذا ويطلع، ولكن باش يطلع هذا غادي تسخسخ انت على المده. لهذا كانوا فتحت قنوات اخرى وصافي بقيت غادي خدام فيهم. هاد القناه مابقيتش كنحط فيها. دابا بعثوا لي هذه الرساله اللي كانت صراحه الله، انا هاد القناه كنت منزلها بحال حصياتيه بحال راهي تما وصافي. كاين القنوات اللي كنخدموا عليها ولكن هذه ما كننزلش فيها كاع ابدا. فباش ما يوقفناش الحساب ديال هاد القناه، فشاركت معكم هذا الفيديو وطلت عليكم هاد الطله الخفيفه. تحياتي لكم، الف تحيه وسلام.